السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وعلى اصحابه اجمعين. الصلاة عليك يا حبيبي يا رسول الله. البط الصغير ده 9 بطات. الصالة العرش بتاعها مش كويس، يعني السقف كده، فما عدلنا منه بقى. كل سنة وانتم طيبين، ممكن الحتة تشتي بقى في اي وقت، فالصاله بتبقى غرقانه ميه وما بيبقاش فيها حاجه تخش الشتاء. فاني عايزه اسيب بقى البط الصغير ادخله جوه في المكان ده مع البط الكبير. فانا دخلته اهوت، بس البط الكبير ده بيضربه، فسايبه الباب ده مفتوح على اساس لو البط ضربه يقوم يدخل الناحيه الثانيه اللي هو متربي فيه، وسايبه له فيها ميه واكل وكله برضه. مع ان البط الكبير ده بيدخل ياكل من جوه ويخلص له الاكل، فهو لما هيجوع هيتجرأ بقى ويجي زي ما هو داخل دلوقتي اهوت، اهو بيدخل اهو ياكل في وسط الكبير. وطبخ الصغير رز بسمك وحطاه في وسط الكبير على اساس يدخل بقى يتجرأ كده وياكل معاه وياخدوا على بعض. البط الكبير بيضربه بس مش الضرب الموت يعني. بسم الله ما شاء الله، المكان واسع، فالبط الصغير بيقوم جاري في المكان التاني. ان اجى في الصاله البط ضربه يدخل في الناحيه التانيه كده يعني، وايه بيتصرف يعني ويهرب منه لغايه ما ياخدوا على بعض. هم صغيرين هم لسه، بس كل ما بيجوع بيحاول انه يدخل في وسط البط الكبير اهو. الكبيره ضربت الصغيره، مع انها مش كبيره قوي يعني مرباها كده في الجسم، لكن التاني بسم الله ما شاء الله كبيره اهوت، ودي داخله تاكل. فساعة ما تبص لها بس تقوم مدوره وشها وجري. المهم ان لما صلى على النبي هيتعودوا بقى على بعض، عشان في الشتاء يبقى كله في مكان واحد. المكان دوت علشان مسقفه بالظبط كده، ما بيبقاش في الشتاء، بتبقى المكان ده ناشف ما يبلش تحت رجليه. الحمد لله. من دلوقتي بقى عشان يتعودوا على بعض ويبقى الاكل واحد والتربيه واحده. ونعوز انيم بط. الحمد لله. لو عوزت انيم بط انيمه في الصاله، او اطلع البط في 3 نوتي وذكر وهي نايمه، اطلعهم من الحمام اجيبهم في الصاله. الحمد لله. عادي جدا يا جماعه، بتحصل في احسن العائلات. شويه عطس على شويه برد، عطس يعني. مش عدس بجيب، او عدس مجدر، بعطس يعني. يرحمكم الله ويرحمنا ويرحمكم. سايبينهم بقى كده يتعودوا على بعض. بسم الله ما شاء الله، الفراخ هي اللي عايشه حياتها هي، ربنا يحميها كده ويبارك فيها. عماله تاكل وتجري واخده راحتها خالص يعني. الفراخ بتحب الجري جدا، وعمالين لو البطه ضربتهم عادي خالص، مش خايفين ولا من بطه ولا من فرخه ولا من اي حاجه. بيجروا يتشقوا في وسط بس سيبها هتعمل عليها ذكر بقى تاريخهم كده. فعمال يضرب الصغيرين. يومين كده وهيتعودوا على بعض، واخدين جنب لوحدهم اهو. كل ما بيجوع بيدخلوا يخطفوا كده لقمتين كده ويقوموا جاريين اهو. ومنحولين كده وشكلهم مش عاجبني، فاما الحاجه بقى بتبقى شكلها مش عاجبني بقوم سايباها واقول هي وحظها بقى. فانا سبتهم بقى مع البط الكبير وهم وحظهم عاش وماشي، ما عاشوش ماشي. اشوف منحول عامل ازاي. بيقولوا من اكل رز وسمك، كانوا زمان يعني ايام بقى والدتي وجدتي رحمه الله عليهم، يقولوا عشان بياكلوا رز وسمك. فعادي بقى يرشهم يطلع ما يطلعش على الشتاء باذن الله، كده هيكونوا اتكسوا ورشهم كمل. فانا سايباهم يعني، مش ما فيش لهم علاج ان احنا نطلع الريش بسرعه الا بادي، وانا لسه منع عنهم البادي الايام دي. لقيت نفسي مش مناهضه بادي يعني. يا ترى اكل الفراخ البيضه، ولا يا ترى اكل البط، ولا يا ترى اكل الكتاكيت اللي جوه. اكلتهم كلهم بادي، ويا سلام لو حطيت لي دول بادي عايزين لهم نص شكاره كل يوم. طب خلهم رز بسمك اهو بياكلوا مزقططين. فمالوا العيش ومالوا رز بسمك العيش اهوت. والدشه الخشنه، الدشه العاديه الصفراء بحطها لهم برضو، وبياكلوا مبسوطين جدا يعني. هم بيحبوا العيش المبلول وبيحبوا الرز بسمك. لو عندي رز بطبخ بواقي المطبخ كده بحطها لهم، بيبقوا مبسوطين جدا. وما عادش بقى في قته ولا عاد في حاجه خضراء. القته موجوده بس الكيلو ب20 جنيه، فمش هنجيبها يا جماعه ب20 جنيه عشان ناكلها للطيور. احنا بنربي عشان نوفر من مصاريف البيت، نقوم نروح نجيب
قتة ب20 جنيه ونحطها لهم. بنجيب كيلو لنا احنا كده بالعافيه يقضينا يومين 3 قتة. لكن مش هنجيبها بقى للبط خلاص، ايام القطه راحت اللي كان ال5 كيلو ب10 جنيه. ورضا الحمد لله، ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب، ونعمل كده احلى لايكات كده. واللي ما اشتركش في القناه يا جماعه يشترك عشان يجيله كل جديد، عشان يشوف بط جميل، تربيه جميله، ومطبخ برضه احلى اكلات جميله. والقناه تكبر بنفسكم كده، وكله يشوفها وكله يستفاد منها باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.